أنا مروة، عمري 30 سنة ومتجوزة من أفضل دكتور أسنان في المنطقة كلها. جوزي الدكتور كريم كان معروف بمهارته وأخلاقه العالية، وكل الناس كانت بتثق فيه وبتروح له عشان يعالجهم. بس للأسف الثقة دي كانت في غير محلها، واكتشفت حاجة محدش كان يتوقعها أبدا، وخلتني أخسر حياتي كلها في لحظة واحدة. في البداية كانت حياتنا حلوة وهادية. جوزي كان بيشتغل في عيادته الخاصة اللي فتحها بعد ما أخذ خبرة كبيرة في المجال. كنت فخورة بيه جدا، وكنت دايما بساعده في شغله، بنظم له المواعيد وبستقبل المرضى وبطمنهم قبل ما يدخلوا. كان عندنا بنتين صغيرين، ياسمين وسلمى، وكنت حاسة إن عايشة في جنة على الأرض. العيادة كانت بتستقبل مرضى كتير كل يوم، رجالة وستات وأطفال، وكلهم كانوا بيحبوا الدكتور كريم وبيثقوا فيه. كان بيعامل كل مريض بحنية واهتمام، وده اللي خلاه مشهور جدا في المنطقة. كنت بشوفه بيساعد الناس وبيخفف عنهم ألمهم، وكنت بحس إني محظوظة إني متجوزة من راجل زي ده. كنت بروح معاه العيادة كل يوم تقريبا، وكنت بحس إن أنا فريق واحد. كان بيقدرني جدا، وبيقولي إن السبب في نجاحه، وإن من غيري ما كانش هيقدر يدير العيادة بالشكل ده. كلامه كان بيخليني أحس بقيمتي وبيزيد حبي ليه. العيادة كانت متقسمة ل3 غرف: غرفة الانتظار اللي كنت بقعد فيها واستقبل المرضى، وغرفة الكشف الرئيسية، وغرفة تانية صغيرة كان بيستخدمها للحالات الطارئة أو العمليات البسيطة. كان عندنا كمان مساعدة اسمها هدى، بنت لطيفة وشاطرة في شغلها، وكانت بتساعد الدكتور كريم في تحضير الأدوات وتعقيمها. بس في يوم من الأيام لاحظت إن جوزي بقى يطول في العيادة لحد وقت متأخر جدا، وكان لما يرجع البيت بيكون مرهق ومتوتر بشكل غريب. في الأول افتكرت إن الشغل زاد عليه، وإنه بس محتاج شوية راحة. حاولت أساعده وأخفف عنه، بس كان واضح إن في حاجة تانية بتقلقه. كمان لاحظت إن جوزي بقى بيتعصب على أتفه الأسباب، وبقى مش بيكلمني زي زمان. لما كنت بسأله إيه اللي متضايقه، كان بيقولي مفيش حاجة وإني بتخيل. بس أنا كنت حاسة إن في حاجة غلط، وإن التغيير ده مش طبيعي. في الأسبوع ده كمان لاحظت إن هذا المساعدة بتاعتنا بقت تمشي بدري من العيادة، وجوزي كان بيقولها إنه مش محتاجها وإنه هيكمل الشغل لوحده. في الأول ما فكرتش في الموضوع كتير، بس بعدين بدأت أحس إن في حاجة مش مظبوطة. كنت كمان لاحظت إن في مريضات معينة بيجوا في آخر مواعيد اليوم، وكان بيخصص لهم وقت أطول من المرضى التانيين. لما كنت بسأله ليه، كان بيقولي إن حالتهم صعبة ومحتاجة وقت أطول. كنت بصدقه لأني كنت واثقة فيه تماما. في ليلة من الليالي كنت قاعدة مع بنتي الكبيرة ياسمين وهي بتشتكي من وجع في سنانها. قلت لجوزي ممكن نروح العيادة بكرة الصبح بدري عشان يشوفها قبل ما المرضى ييجوا. وافق وقال لي تمام، نروح الساعة 8 الصبح. الصبح رحنا العيادة أنا وياسمين، ولما وصلنا لقيت باب العيادة مفتوح، رغم إننا كنا متفقين نروح بدري قبل مواعيد الشغل. دخلت بهدوء عشان ما كنتش عايزة أزعج جوزي لو كان بيجهز حاجة، بس اللي شفته خلاني أتجمد في مكاني. لقيت جوزي في غرفة الكشف مع واحدة من مريضاته، وكان الوضع غريب جدا. المريضة كانت قاعدة على الكرسي بشكل مش طبيعي، وجوزي كان واقف قريب منها بطريقة مش مهنية خالص. إيده كانت على كتفها بطريقة حميمية، وكان بيبصلها بطريقة مش لايقة على دكتور محترم. لما دخلت جوزي اتفاجئ وبسرعة رجع لورا وحاول يتصرف عادي، بس كان واضح إنه متوتر جدا. وشه أحمر وعينيه كانت متسعة من الخوف. المريضة طلعت بسرعة وهي منكسة راسها، وكانت بتجري تقريبا من العيادة. قلبي كان بيدق بقوة، وما كنتش عارفة أتصرف إزاي. وقفت مكاني وأنا بحاول أفهم اللي شفته. ياسمين كانت ماسكة إيدي وبتبص لي مستغربة، وأنا حاولت أتماسك قدامها عشان مخليهاش تحس بحاجة. جوزي حاول يقولي إن الموضوع عادي، وإنه كان بس بيطمن المريضة لأنها كانت خايفة جدا من العلاج، وإنها كانت بتعيط وهو حاول يهديها. قال لي إني فهمت الموضوع غلط، وإن ده جزء من شغله كدكتور. بس أنا كنت عارفة إن اللي شفته ما كانش عادي أبدا. الطريقة اللي كان واقف بيها، والطريقة اللي كان بيبص بيها للمريضة، وحتى الطريقة اللي المريضة طلعت بيها من العيادة، كل ده كان بيقول إن في حاجة غلط. حاولت أقنع نفسي إني شفت الموضوع غلط، وإن جوزي مستحيل يعمل حاجة زي دي. فضلت أفكر في الموضوع طول اليوم، بس كل ما كنت بفتكر المشهد ده كنت بحس إن في حاجة مش مظبوطة. النظرة في عينيه والتوتر اللي كان واضح عليه، كل ده كان بيأكد لي إني مش بتخيل. في الليل حاولت أكلم جوزي تاني عن الموضوع، بس هو رفض تماما، وقال لي إني بغار من غير سبب، وإن الشك هيدمر علاقتنا. قال لي إنه مستغرب إزاي أنا مش بثق فيه بعد كل السنين دي، وإنه محبطش مني.
كلامه خلاني أحس بالذنب، وبدأت أشك في نفسي. فكرت إني ممكن فعلا أكون بلغت في الموضوع، وإني ممكن أكون فهمت غلط. بس جوايا كان في صوت صغير بيقولي إن حدسي مش غلط، وإن لازم أكون يقظة. قررت إن أراقب جوزي من غير ما يحس، عشان أتأكد لو كان في حاجة فعلا ولا أنا بس بتخيل. في الأيام اللي بعد كده بقيت أروح العيادة في أوقات مش متوقعة، وكنت بلاحظ إن جوزي بيخصص وقت طويل جدا مع بعض المريضات. لاحظت كمان إن جوزي بيقفل باب غرفة الكشف من جوه في أوقات معينة، رغم إن ده كان ضد القواعد الطبية المفروض يلتزم بيها. أي دكتور محترم مفروض ميقفلش الباب على نفسه مع المريض، خصوصا لو كان المريض أنثى. في مرة سمعت صوت ضحك عالي جاي من غرفة الكشف، وكان صوت جوزي وصوت مريضة بيضحكوا مع بعض بطريقة مش مهنية. دقيت على الباب، ولما جوزي فتح كان وشه محمر، وكان واضح إنه متضايق من مقاطعتي ليه. كمان لاحظت إن في مريضات معينة بيجوا على طول ومش بيغيروا المواعيد بتاعتهم أبدا. واحدة فيهم كانت ست شابة اسمها نادية، وكانت دايما بتيجي في آخر موعد في اليوم. كنت بلاحظ إنها بتتكلم مع جوزي بطريقة حميمية زيادة عن اللزوم، وهو كان بيرد عليها بنفس الطريقة. في يوم قررت إني أتابع الموضوع بشكل أدق. استنيت لحد ما كل المرضى مشيوا وفضلت نادية بس. جوزي طلب مني ومن هدى إننا نمشي ونسيبه يخلص مع المريضة الأخيرة. هدى مشيت عادي، بس أنا قلت إني هستنى في غرفة الانتظار. بعد ما جوزي دخل غرفة الكشف مع نادية وقفل الباب، قربت بهدوء ودني من الباب وحاولت أسمع إيه اللي بيحصل جوه. في الأول كنت بسمع صوت الأدوات الطبية وكلام عادي عن العلاج، بس بعد شوية بدأت أسمع كلام تاني خالص. سمعت جوزي بيقول لنادية: أنتي جميلة جدا، وابتسامتك بتنور المكان. كلامه كان واضح ومباشر، ومكانش ليه أي علاقة بالعلاج الطبي. نادية ردت عليه بضحكة وقالت له: انت كمان دكتور لطيف جدا، وانا بحب لما اجي عندك. قلبي كان هيطلع من صدري، وحسيت ان الارض بتتزلزل تحت رجلي. ما كنتش قادرة اصدق ان جوزي، الراجل اللي كنت بثق فيه وبحبه، بيعمل كده. فضلت واقفة عند الباب وانا مش عارفة اعمل ايه. بعد شوية سمعت صوت كرسي الكشف بيتحرك، وحسيت ان لازم اتصرف. ما كنتش قادرة استحمل اكتر من كده. دقيت على الباب بقوة، وفضلت أدق لحد ما جوزي فتح. وشه كان محمر جدا، وكان واضح عليه التوتر والخوف. لما دخلت لقيت نادية واقفة بعيد عن كرسي الكشف، وكانت بتظبط شعرها وهدومها. جوزي حاول يتصرف عادي وقال لي: خلصنا يا مروة، نادية كانت محتاجة علاج بسيط بس أنا كنت عارفة إن اللي حصل ما كانش علاج عادي. بصيت لنادية وقلت لها: انتي كنتي بتعملي ايه جوه مع جوزي؟ نادية اتلخبطت ومعرفتش ترد، وبسرعة أخدت شنطتها وخرجت من العيادة. قلت لجوزي قدامها وهي بتمشي: انت بتعمل ايه يا كريم؟ ده مش تصرف دكتور محترم. جوزي اتعصب جدا وقال لي: انت بتتجنني يا مروة، انا بشتغل شغلي بشكل طبيعي، ومفيش اي حاجة غلط هنا. انت بتفتري عليا وبتدمري سمعتي. حاولت افهمه ان اللي سمعته كان واضح جدا، وان الكلام اللي قاله لنادية ما كانش ليه اي علاقة بالعلاج الطبي، بس هو رفض يعترف وفضل ينكر. قال لي اني بسمع حاجات مش موجودة، واني محتاجة علاج نفسي. كلامه كان قاسي جدا، وخلاني احس اني فعلا بتخيل. بس جوايا كنت عارفة اني مش غلطانة، وان اللي سمعته وشفته كان حقيقي. رجعت البيت وانا محطمة، ومش عارفة اعمل ايه. في الليلة دي ما قدرتش انام خالص. فضلت افكر في كل حاجة حصلت، وبدأت اراجع كل التفاصيل الصغيرة اللي لاحظتها في الفترة الأخيرة. كل حاجة بقت واضحة قدامي: التأخير في العيادة، العصبية الزايدة، المريضات اللي بيجوا في مواعيد محددة، قفل الباب من جوه. كل ده كان بيشير لحاجة واحدة. حاولت أكلم أختي وأحكي لها اللي حصل، بس هي قالت لي إني ممكن أكون فهمت الموضوع غلط، وإني لازم أثق في جوزي وأديله فرصة يشرح. قالت لي كمان إن الشك ممكن يدمر أي علاقة، وإني لازم أكون متأكدة قبل ما أتهمه. بس أنا كنت عارفة إني مش بتخيل، وإن اللي شفته وسمعته كان حقيقي. قررت إني لازم أجمع أدلة أكتر عشان أقدر أواجهه بشكل قاطع. في اليوم التالي رحت العيادة في وقت متأخر من الليل. كنت عارفة إن جوزي عنده موعد أخير مع مريضة، وكنت عايزة أتأكد من اللي بيحصل. دخلت من الباب الجانبي اللي كان بيستخدمه للطوارئ، ومشيت بهدوء لحد ما وصلت لباب غرفة الكشف. لقيت الباب مقفول من جوه، وسمعت أصوات جوه الغرفة. قربت أكتر وحاولت أسمع كويس. جوزي كان بيتكلم مع المريضة بطريقة حميمية جدا، وكان بيقول لها كلام غزل ومديح مش لايق خالص. سمعته بيقول: أنا مستني مجيئك كل أسبوع، وبحس إن يومي ما بيكملش من غيرك. المريضة ردت عليه بصوت خفيف وقالت:
أنا كمان بستنى الموعد ده طول الأسبوع. ما كنتش قادرة أستحمل أكتر من كده. دقيت على الباب بقوة وفضلت أدق لحد ما جوزي فتح. لما دخلت لقيت المريضة قاعدة على الكرسي وهي متوترة جدا، وجوزي كان واقف بعيد عنها وهو بيحاول يتظاهر إن كل حاجة عادية. قلت له قدام المريضة: أنت بتعمل إيه يا كريم؟ أنا سمعت كل حاجة. أنت بتستغل المريضات وبتتصرف بطريقة مش مهنية خالص. المريضة طلعت بسرعة وهي خايفة، وأنا فضلت واقفة قدامه وأنا مش عارفة أقول إيه تاني. جوزي اتعصب جدا وصرخ فيا: أنت بتجننيني يا مروة، أنت عمالة تجري ورايا في كل حتة وبتتهميني بحاجات أنا ماليش فيها. أنت مريضة وعايزة تدمري حياتي. حاول يقنعني إني بتخيل وإني بغار من غير سبب، وإن الشغل بتاعه بيتطلب